بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم محمد مدرب تعليم السياقة. في هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله غادي نطرقوا لشرح السلسلات ديال رخصة السياقة من صنف جيم أو لا بيرمي سي، اللي هو البيرمي ديال الشاحنة أو كيف ما كنقولوا الكاميو. إذن مجموع السلسلات ديال رخصة السياقة ديال الشاحنة كيتكون من 10 ديال السلسلات، كل سلسلة فيها 12 سؤال. إذن غنقوم بالشرح ديالهم شرح مفصل ودقيق، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إذن إلا كنتي مهتم باجتياز رخصة السياقة ديال الكاميو كنتمنى منك تبعنا لآخر الفيديو، وإلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة كنتمنى منك تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الزر ديال الجرس باش دائما يوصلك الجديد. ولا كنتم من اوفياء القناه ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك. ودائما انا في انتظار الاسئله ديالكم والاستفسارات ديالكم، سواء في التعليقات اسفل الفيديو او لا في المجموعات ديال الواتساب الخاصين بالشرح. غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اذا بسم الله على بركه الله نبداو شرح السلسله رقم 1. السؤال رقم 1: من الواجب عليا نكون كنتوفر على رخصة السياقة من صنف جيم سي باش نسوق عربة نقل البضائع بمجرد ما يتعدى مجموع وزنها مع الحمولة 3000 كيلو. جواب رقم 1. 3500 كيلو. جواب رقم 2. 4500 كيلو. جواب رقم 3. إذن بالنسبة لرخصة السياقة صنف سي اللي هي بريمي ديال الكاميو، اللي هي الرخصة اللي كندوز أنا، كيقول لك التعريف ديالها: كتسمح لي لسياقة عربات اللي كيتعدى مجموع الوزن ديالها مع الحمولة 3500 كيلو. إذن هذه قاعدة واضحة خصني نحفظها. أول حاجة كنحفظها في الصنف ديالي اللي هو صنف سي. باش نسوق عربة كيتعدى الوزن ديالها 3500 كيلو خاصني نكون كنتوفر على رخصة سياقة من صنف سي اللي هو بيرمي ديال الكاميو. إذا في هذه الحالة الإجابة الصحيحة هي رقم 2. السؤال رقم 2: من الواجب التوفر على دفتر السير عند نقل البضائع الحساب الخاص. الجواب رقم 1. الحساب الغير. الجواب رقم 2. إذن أول حاجة خصني نعرفها الفرق ما بين الحساب الخاص والحساب الغير. المقصود بالحساب الخاص يعني الكاميو كيكون ديالي أنا، يعني الكاميو ديالي أنا شنو هما الوثائق اللي غتزاد لي إضافية. الحساب الغير يعني أنا غير خدام في الكاميو، مثال لك الكاميو ديال الشركة. إذن كاين واحد الأوراق كيختلفوا ما بين الحساب الخاص والحساب الغير. هنا إلا لاحظتوا في الصورة مكتوب دفتر السير، كارني دو سيركولاسيون، كنلقى هنا صالح لنقل البضائع عبر الطرق للحساب الخاص، يعني الحساب الخاص. هنا لقيت الجواب. إذن من الواجب التوفر على دفتر السير للتنقل ونقل البضائع للحساب الخاص. الجواب رقم 1. أرنا الحساب الغير يعني إلا كنت غير خدام ما غيكونش عندي دفتر السير اللي هو اللون ديالو صفر، غتكون عندي بطاقة الإذن. كنلقى هنا في عود دفتر السير مكتوبة بطاقة الإذن وكيكون اللون ديالها أخضر. إذن الحساب الخاص كيكون عندي دفتر السير، الحساب الغير كتكون عندي بطاقة الإذن. بالإضافة إلا كان عندي الحساب الخاص كيكون عندي تصريح بالشحن، عقلوا معايا تصريح بالشحن. والحساب الغير كيكون عندي بيان الشحن. هادو هما الفرق ما بين الحساب الخاص والحساب الغير، وضروري في الامتحان ما يعطيوني تقريبا واحد السؤال على هذا الفرق ما بين الحساب الخاص والحساب الغير. السؤال رقم 3: شاحنة تبريد لنقل البضائع اللي كيزيد الوزن ديالها على 3500 كيلوغرام يمكن يوصل العرض ديالها الأقصى 2 متر فاصلة 50. الجواب رقم 1. 2 متر فاصلة 60. الجواب رقم 2. إذن بالنسبة المقاييس ديال الشاحنة ديالي
اذا الشاحنات كيختلفوا على حساب لي مارك وعلى حساب واش الكاميو صغير او لا الكاميو كبير. اذا العرض ديال الشاحنه كيوصل 2 متر ونص، ولكن الا كانت شاحنه عاديه. اما شاحنه ديال التبريد هو الفريغو، بحال ديك الشركات اللي كيكونوا كينقلوا مثال اللحوم او اللي كينقلوا المنتجات الحليبيه بحال ياغورت وبحال الفروماج، اذا هذا كيتسمى شاحنه ديال التبريد فريغو. اذا يمكن يوصل العرض ديالو 2 متر فاصله 60. العلو ديال الشاحنه ما يمكنش يتعدى، اقصى علو هو 4 متر. ملي كنقولوا 4 متر من الارض الى السقف ديال الشاحنه. اما الطول ديال الشاحنه كيختلف على حسب الا كانت شاحنه منفرده او الا كانت معها عربه، يعني كروسه من اللور او لا عده مقطورات. الا كانت الشاحنه منفرده كيوصل الطول ديالها ل 11 متر. الا كانت الشاحنه مرتبطه بعربه وحده كيوصل الطول ديالها الاقصى ل 16 متر ونص. واذا كانت مجموعه ديال العربات يعني كاميو بالاضافه المقطوره من اللور يقدر يوصل حتى ل 18 متر. اذا هنا قال لي شاحنه تبريد، اذا كيف ما قلت العرض ديالها كيوصل ل 2 متر فاصله 60. الجواب رقم 2. سؤال رقم 4. كنسوق عربة نقل بضائع، مجموع الوزن مع الحمولة ديالها هو 16 طن. السرعة ديالي محدودة في 80 كيلومتر. الجواب رقم 1. 70 كيلومتر في الساعة. الجواب رقم 2. 60 كيلومتر في الساعة. الجواب رقم 3. بالنسبة للسرعة ديال الشاحنات كتختلف على زوج ديال المعايير. المعيار الأول هو العرض والمعيار الثاني هو الطوناج. إذا الشاحنات اللي ما كيتعداش العرض ديالهم 2 متر و20 وما كيفوتش الوزن ديالهم الإجمالي مع الحمولة 10 طن كتكون السرعة محدودة في 80 كيلومتر في الساعة. ولكن إلا كانت الشاحنة كيفوق العرض ديالها 2 متر و20 أو الوزن مع الحمولة ديالها كيتعدى 10 طن كتولي السرعة محدودة في 70 كيلومتر في الساعة. نعاود، إلا كان عندي العرض قل من 2 متر و20 أو طوناج وصل ل 10 طن عندي 80. إلا كان عندي العرض كيفوت 2 متر و20 أو طوناج كيفوت 10 طن كتولي السرعة محدودة في 70. إذا هنا أنا عندي 16 طن، إذا فت 10 طن السرعة ديالي محدودة في 70 كيلومتر في الساعة. 70 كيلومتر في الساعة خارج تجمعات سكنية. السؤال رقم 5. مجموع الوزن مع الحمولة العربة ديالي هو 8000 كيلو. يمكن لي نتابع السير القدام. نعم. الجواب رقم 1. لا. الجواب رقم 2. أنا عندي بلاكا ديال ممنوع مرور عربات نقل البضائع، يعني الشاحنات. ملي كيعطيني هنا الشاحنة بطبيعة الحال كيقصد لي الشاحنات ماشي الصغار اللي كيتساقوا بيرمي ديال الطوموبيل، بالعكس الشاحنات اللي كيتساقوا بيرمي ديال الكاميو اللي هو الوزن ديالهم مع الحمولة كيفوت 3 طن ونص. إذا يمكن لي نتابع السير القدام؟ لا، ما يمكن ليش، لأن إلا دزت غنكون كنرتكب مخالفة كيعاقب عليها القانون. السؤال رقم 6. باش نحافظ على الصلاحية ديال رخصة السياقة من صنف جيم سي واجب عليا نخضع الفحص الطبي كل 6 شهور. جواب رقم 1. كل عام. جواب رقم 2. كل عامين. جواب رقم 3. إذا لا فيزيت ديال العينين شي حاجة اللي هي إجبارية بالنسبة للسائقين اللي كيسوقوا عربات الوزن الثقيل، يعني حديد الكبير كامل مجبر عليه يدير لا فيزيت سواء عنده نضاضر أو لا ما عندوش نضاضر. هذا الفحص الطبي واجب عليه يتجدد كل عامين. إذا الجواب في هذه الحالة جواب رقم 3. سؤال رقم 7. الشاحنة ديالي كتنقل مواد كتلوث الماء، أنا مجبر ندور على اليمين. نعم. جواب رقم 1. لا. جواب رقم 2. إذا كيف ما
لاحظتوا معايا في السؤال هاد العلامة اللي عندي على اليسار راهم قربوها لي. هاد العلامة فيها ممنوع مرور العربات دون استثناء اللي كتنقل مواد ملوثة للمياه. المواد اللي كتلوث الماء ممنوع عليها دوز من ديك الطريق هذيك. ولا لاحظت انا في السؤال قال لي الشاحنة ديالي كتنقل مواد كتلوث الماء، اذا هو راه اصلا قرا لي البلاكه. جا في الشق الثاني في السؤال قال لك انا مجبر ندور على اليمين، يعني مهما ممنوع عليا ندور على اليسار الا راه مجبر ندور على اليمين. كلمه مجبر هي الاجبار، والاجبار خصها تكون عندي دائره بزرق وفيها السهم ديال الاجبار، وعاد كنقولوا كيخص الشاحنات. اما انا في هذه الحاله ماشي مجبر ندور على اليمين لان يمكن لي نتابع السير القدام. اذا في هذه الحاله الجواب الصحيح هو رقم 2. سؤال رقم 8. من الواجب علي نعلن ان العربه ديالي وقع بها عطاء في المنعرج بوضع مثلث تنبيه خلف العربه ديالي على بعد 30 متر. الجواب رقم 1. قبل المنعرج الجواب رقم 2. إذا بالنسبة لهذا السؤال فهو قاعدة عامة بالنسبة لجميع أنواع العربات دون استثناء. إلا وقع لي عطب في المنعرج كنوضع البلاكة ديال التنبيه قبل المنعرج. فوقاش كنوضع المثلث ديال التنبيه على بعد 30 متر إلا كنت في الطريق مسرحة والرؤية واضحة، ولا كانت الرؤية ما واضحاش كنوضع مثلث التنبيه على بعد 100 متر. معنى الرؤية ما واضحاش إما بالليل أو لا بالنهار إلا كانت ضبابة أو لا الشتاء. ومثلث ديال التنبيه كيتصوضع على الجهة اليسرية ديال العربة، يعني في هذه الجهة هذه كيكون شوية داخل الطريق، ما نوضعوش قبالة الجهة اليمنية لأن قبالة الجهة اليمنية غيكون جاي على الحاشية ديال الطريق. إذا كنوضعو على الجهة اليسرية ديال العربة. إذا قال لي في المنعرج غادي نقول له قبل المنعرج اللي أنا فيه، يعني في البداية ديال المنعرج. سؤال رقم 9. الواجب على عربة نقل البضائع اللي كيزيد الوزن ديالها على 3500 كيلوغرام تحمل في الخلف ديالها 2 لوحات ديال التسجيل. الجواب رقم 1. رقم الرخصة الجواب رقم 2. قرص تحديد السرعة الجواب رقم 3. إذا بالنسبة للخلف ديال الشاحنة واجب عليا نعلق بعض المسائل اللي هي قانونية ولازم نعلقها في الخلف ديال الشاحنة ديالي. قرص السرعة، قرص تحديد السرعة شي حاجة اللي هي ضرورية وإجبارية على حسب الطوناج ديال الكاميو ديالي وعلى حسب العرض ديالو. إذا كيف ما قلنا قبيلة 70 وقرص ديال 80 على حساب الوزن ديال العربة. إذا قرص تحديد السرعة. 2 لوحات ديال التسجيل. شنو مقصود بزوج لوحات ديال التسجيل؟ اول حاجه اللوحه ديال الماتريكول اللي معروفه فيها النمره ديال الكاميو، بالاضافه لواحد اللوحه صغيره كتسمى اللوحه ديال الصانع او اللوحه ديال المصنع. ديك اللوحه كتكون كتوفر على الوزن ديال الشاحنه وهي فارغه، الوزن ديالها مع الحموله، والاسم ديال الشركه او لا الاسم ديال المصنع. اذا هذه اللوحه ضروريه تكون كتعلق في الخلف ديال الشاحنه. هذا هو المقصود بزوج لوحات ديال التسجيل. اذا في هذه الحاله الاجوبه الصحيحه هما رقم 1 و3. رقم الرخصه ماشي ضروريه، يعني ماشي من الواجب، لان قال لي في سؤال من الواجب، ماشي من الواجب نعلقو في الخلف ديال الشاحنه. رقم الرخصه يعني الرقم ديال لاغريما ديال الكاميو، اذا ماشي ضروري ماشي اجباري. اذا هنا رقم 1 و3. سؤال رقم 10. كنسوق عربة نقل بضائع اللي الطول ديالها كيوصل ل 10 متر فاصلة 50. يمكن ليا نتابع السير القدام الجواب رقم 1. ندور على اليمين الجواب رقم 2. ندور على اليسار الجواب رقم 3. اذا يلا لاحظتوا معايا هنايا عندي بلاكه ديال ممنوع مرور الشاحنات وتحت منها بلاكه تكميليه فيها الشاحنه وعطيني الطول. يعني الشاحنات اللي الطول ديالهم كيفوت 10 متر ممنوع عليهم يتابعوا السير القدام. انا عندي 10 متر ونص، اذا كتطبق عليا البلاكه وكتعنيني. اذا فين يمكن لي ندور؟ اذا نتابع السير القدام يمكن ليش، يمكن لي ندور على اليمين الجواب رقم 2، ويمكن لي ندور على اليسار الجواب رقم 3. سؤال رقم 11. لازم نقص من السرعه الجواب رقم 1.
نشد اليمين الجواب رقم 2. إذا اقتضى الحال هاد السيارة خاصها توقف الجواب رقم 3. أنا اللي خاصني نوقف الجواب رقم 4. إذا في هذه الحالة تلاحظ بأن عندي بلاكة ديال انتباه خطر طريق ضيقة على زوج جهات، يعني الطريق في هذه الحالة راها ضيقة، حنا مقبلين على واحد القنطرة، الطريق كتضيق لواحد المسافة اللي هي محدودة، تقابلت مع واحد العربة اللي خارجة من القنطرة، لازم نقص من السرعة، شي حاجة اللي هي ضرورية وباينة، تقابلت مع شي واحد والطريق ضيقة خصني نقص من السرعة، نشد اليمين ضروري باش نزير شوية اليمين. جا السؤال الثاني قال لك إلا اقتضى الحال، يعني عند الضرورة هاد السيارة هي اللي خصها توقف أو أنا اللي خصني نوقف. إذا منطقيا حتى أنا ما كنتش كنعرف القواعد، السيارة هي خفيفة والشاحنة من الوزن الثقيل، يعني إلا وقفت السيارة باش ندوز أنا غنحتاج وقت كبير باش ندوز، أما لو وقفت أنا السيارة خفيفة وصغيرة دغيا تقدر تدوز. هذا من حيث المنطق. من حيث القاعدة كيقول لك العربات اللي كيتعدى الطول ديالهم 7 متر او اللي كيتعدى العرض ديالهم 2 متر، الا تلاقاو مع عربه صغر منهم في الطريق ضيقه هما اللي خاصهم يوقفوا. يعني انا شاحنه تقابلت مع سياره صغيره نوقف ديك الساعات باش نسهل عليها المرور. اذا في هذه الحاله الا اقتضى الحال وعند الضروره انا اللي خاصني نوقف. الجواب رقم 4. السؤال رقم 12. كنجر نص مقطورة، من الواجب يبرز على العربة ديالي مربع زرق فيه مثلث صفر، في القدام وحده الجواب رقم 1، في الخلف وحده الجواب رقم 2، في القدام والخلف الجواب رقم 3. في هذه الحالة أنا كنسوق شاحنة بالإضافة لنصف مقطورة، يعني مقطورة صغيرة، بشرط هذه المقطورة ما خصهاش يتعدى الوزن ديالها الإجمالي مع الحمولة 750 كيلو، لأن كاميو عندي ومعاه مقطورة ما يتعداش 750، وإلا في هذه الحالة غنتحول البيرمي ديال الرموك. إذا كنجر نص مقطورة، قال لك خصني نهز واحد البلاكة صغيرة مربع زرق فيه مثلث صفر، هذه كتسمى علامة الجر، وهذه علامة الجر كتوضع في القدام ديال الشاحنة وفي الخلف ديال الشاحنة. علاش؟ باش الا تقابل معايا شي واحد وشاف هذا المربع هذا كيعرف باني جار معايا مقطوره في الخلف، وكذلك الا كانت شي عربه تابعني من اللور وشافت هذه العلامه هذه كتعرفني بانه جار معايا مقطوره، باش تاخذ بعين الاعتبار الا ان كنت انا باغي نغير الاتجاه ديالي. اذا العلامه ديال الجر كتوضع في الخلف وفي القدام ديال الشاحنه. الجواب رقم 3.